السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة حجيبة أم يوسف للطبخ والحلويات والنصائح والوصفات الرائعة. بمناسبة تحضيرات الشهر الكريم إن شاء الله اليوم بغيت نوريكم كيفاش كنحضر سلو أولا السفوفة ولا الزميطة. أنا كنحضرها هنايا، عندي هنايا إلان، هنا عندي تقريبا 2 كيلو ديال الإلان، حيت انا بغيت نصاوب واحد الكميه كثيره، ولكن واخا كنصاوب هاد الكميه كثيره ما كنخلطهاش كامله، كنقسمها على 4، كنخلط الربع، ملي كيتسالى عاد كنعاود نخلط الكميه الاخرى، وانا هكذا حتى ما كنخلطش هاد الكميه كامله. عندي هنايا قلت لكم 2 كيلو ديال الإلان، غادي نغسلوه ونقيه ونحمرو ونتيه يتطحن. هو هذا. عندي هنايا هانتوما شوفوا معايا، عندي هنايا هذه الصوجه، عندي نص كيلو ديال الصوجه هذه راني محمراها. عندي البوطاجي شويه صغير، داكشي علاش غادي نبدا نوريكم حاجه بحاجه. عندي هنايا هذا الشوفان، دقيق ديال الشوفان، هذا الدقيق شريته جاهز هكذا مطحون، غادي نحمرو ونغربلو. هو هذا. عندي هنايا كيلو ونص ديال الشوفان. عندي هنايا نص كيلو ديال زريعه الكتان، هنا مازال ما كبيتش الكميه الاخرى. الكميه اللي بقات عندي هنايا نص كيلو هذا. هذه راه منقيه، عاد غنحمرها. عندي هنايا نص كيلو ديال زريعه الكتان. عندي هنايا حبه حلاوه مع النافع البستاني او النافع الرومي والنافع البلدي. هادو راني نقيتهم، ما كنغسلهمش، نقيتهم وراني صهدتهم غير شي شويه في الفران. هذا عندي هنايا تقريبا هنايا عندي 4 كبيره. عندي هنايا القرفه، غادي نغسلها حتى هي ونشمشها ونسخنها شويه في الفران، عاد غادي نديها تطحن. هذه عندي هنايا 4 كبيره، غادي ندير غير النص ديالها 125 غرام، والنص الاخر غنحتفظ به في المطبخ ديالي. هنا عندي 3 كيلو ديال اللوز. هذا اللوز راه كان عندي بقشورو، راني عاد هرستو من القشور ديالو، وغادي نمسحو بواحد الزيت مفزك، وغادي نديرو في الفران يتحمر هكا بالقشور، ما كنحيدلوش القشور ديالو، كنديرو هكا بالقشور ديالو، وغادي نطحنو بالقشور ديالو. هنا عندي الكاوكاو، هذا الكاوكاو الرقيق الحمر اللي حمرته في الفران، ها هو محمر. عندي هنايا 2 كيلو. وعندي الكاوكاو هذا اللي ما عندوش، اللي كيكون هكا مقشر، هنا حمرته حتى هو في الفران. عندي هنايا 2 كيلو. عندي الزنجلان، هذا راني غسلته من قبل وحمرته. هذا عندي هنايا 2 كيلو، وغادي نزيد كيلو اخر راني عاد غسلته باش غادي نوريكم الطريقه ديال التحمير ديالو. يا ربي الكوزه ما كنديرهاش، كنت كنديرها شحال هادي ولكن ما بقيتش كنديرها. المسكه الحره غادي نوجدها باش نوريها لكم. هنا البنات بعد ما درت هنايا درت اللاطه ديالي، درت فيها إلان، هذا هو اللي مازال محمرش، وهذا هو المحمر. هانتوما تشوفوا كيفاش كيولي هنايا محمر، حتى كيبدا يطرطق، كيولي بحال شكل التقليه. غادي نوريكم منين غادي يتحمر كامل. غندير هاد 2 طاوات عندي هنايا،
ونتلاقاو من بعد. ها هو تيتحمر، هو قريب يكمل. ندير هذيك الاخرى الفوق. دابا هو الا تحمر مزيان صافي، هو كتشوفو كيولي بحال البليه، كيطرطق. صافي كنحطوه نديرو يبرد باش نطحنو من بعد. باين ظل عندي شويه البوطاجي صغير. المهم هنايا عندي غادي نبدا نوري حاجه بحاجه. هذا عندي هنايا دقيق ديال الشوفان اللي حمرت وغربلته، وهذا هو الشوفان. هنا عندي هذه الصوجه حتى هي حمرتها وطحنتها على هذا الشكل. هنا عندي حبه حلاوه. هنا النافع بستاني مع النافع البلدي. هنايا عندي الزنجلان اللي طحنته حتى طلق الزيت ديالو على بحال هكا، كان بحال هكا كيكون تيطلق الزيت ديالو. هنا عندي زنجلان صحيح، هذا غادي نخليه صحيح هكذا. هذا طحنته حتى طلق الزيت ديالو، وهذا غادي نخليه هكا صحيح. وعندي هذا مهرمش كيلو، طحنته حتى طلق الزيت ديالو بحال هكذا. نتمنى تكون الصوره واضحه. عندي هذا كاوكاو مهرمش، هذا كاوكاو مهرمش. بالنسبه للوز وكاوكاو طحنتهم حتى هما حتى طلقوا هكا الزيت ديالهم، هانتوما كتشوفوا. هو هذا كاوكاو واللوز طحنتهم بالقشور ديالهم، الكاوكاو الرقيق الاحمر والكاوكاو اللي بلا قشور واللوز بقشوره، حمرتهم في الفران. هادو طحنتهم على برا عند هذوك العطاره اللي كيطحنوا، طحنتهم على برا حتى طلقوا هكا الزيت ديالهم. اما هذا الزنجلان انا طحنته غير هنايا في الطحانه اللي عندي، هذيك 1 2 3 طحنت هذا الزنجلان بهذه الطريقه. اما اللوز والكاوكاو بديت كنطحنهم فيها، ولكن سخنات ليا بديت كنطحن حتى بديت كنطحنهم بهذه الطريقه، ولكن سخنات واضطريت باش نصيفطهم يتطحنوا على برا. وحتى هذا غادي نستعملو. هنا عندي الدقيق ديال القمح، عندي هنايا تقريبا 2 كيلو ونص ديال الدقيق ديال القمح. والدقيق ديال الإيلان ها هو عندي هنايا 2 كيلو دقيق ديال الإيلان. عندي هنايا القرفه اللي غادي نستعمل، والزيت، زيت العود، والسكر كلاصي. هو هنايا المسكه حره طحنتها نوريها لكم. هذه مسكه حره طحنتها مع سنيده، هي هذه المسكه الحره طحنتها مع شويه ديال سنيده. هنايا غادي نهز النصف ديال الكميه هنايا، وغادي تقريبا ثلثين غادي نديرهم هنايا في الزميطه ديالي اولا سفوفه ولا سلو. وهذاك الثلث غادي نحتفظ به باش نصاوب به البريوات والشباكيه ديالي. نكتفي غير بهذه الكميه بركه اللي غادي ندير في السلو ديالي. وزيت العود، بالنسبه لهاد الكميه اللي عندكم اللي عندي هنايا اللي كتشوفوا، راه غادي نخلط النواشف كلهم وغادي نقسمهم على 3 ثلثين. غادي نحتفظ بهم في الفريغو في المجمد، والثلث هو اللي غادي ندير ليه العسل وندير ليه السكر، عفوا العسل وزيت العود وشويه ديال السكر كلاصي. ما كنكثرش انا السكر كلاصي.
بالنسبه لزيت العود تندير انا في هاد القرعه ديال الزاج. انا غادي ندير الكميه اللي غادي تكفيني، نبدا نخلط حتى تجمع ليا السفوف ديالي ولا سله ولا زميطه. ما كنعبرش فيه الزيت. العسل على حسب الحلاوه اللي بغيت. حتى العسل كندير تقريبا واحد زليفه، وندير واحد زليفه ونشوف من بعد. دابا غادي نجيب واحد البانيو كبير هو اللي غادي ندير فيه هاد النواشف. لان القصريه ما غاديش تهز ليا كلشي، هادشي غادي ندير واحد البانيو هذا كبير بحال هذا. ما عرفتش يبان لكم الصوره ولا لا بناتي. نتمنى تكون باينه. صافي هكا غندير الدقيق وندير ندير دابا الزنجلان هذا مهرمش، الزنجلان مهرمش نخليه هو من بعد. غندير الصوجه وهذا الشوفان هذا حبة حلاوة، النافع البلدي مع النافع البستاني او النافع الرومي. ندير هاد الزنجلان، ندير غير النص غادي نخليه حتى الاخر. الدقيق ديال الإيلان مسكه حره، والدقيق كنظن هاد البانيو ما غاديش يكفيني. غادي نحاول نخلط هاد النواشف ونقسمهم بحال هكا بهاد الطريقه. نبدا نهبط يدي حتى لتحت وكنخلط حتى كينسجموا العناصر كلهم. ملي كنقسم هاد النواشف عاد يمكن ليا نضيف ليهم هذاك اللوز اللي طلق الزيت ديالو مع الزنجلان، وهاد الكاوكاو مهرمش والزنجلان صحيح. حتى ديال القرفه ما ضفتهاش غادي نضيفها دابا. تقريبا واحد 4 المعالق كبار غادي نضيف هكا 2 سليفات من عندنا هكذا، لان تشوفوا الكميه عندي كبيره. غادي نبقى هكا كنحرك حتى كينسجموا العناصر كلهم اللي عندي. نتمنى ان شاء الله تكونوا شفتوا جميع المراحل اللي دوزت. هكذا غادي نحرك وكنحاول ندخل يدي لداخل باش هذاك التحتاني يطلع للفوق بهذه الطريقه. دابا غادي نجيب فاش نقسمو واحد البانيو اخر، نقسمو على 2 باش غادي ندير
هذاك اللوز مع الزنجلان، عاد من بعد نقسم باش نقسم بالنص، ندير النص هيا. نتمنى الصورة تكون واضحة. انا راه وليداتي كيعجبهم السلو، كندير كميه كبيره كياكلوه. دابا عندي هنايا النص في هذا الفانيو وعندي النص في هذا. غادي نحاول نقسم هذا الزنجلان على جوج. صافي غادي نستمر على هذه الطريقه بحال هكذا، وندير النص الاخر ونخلط مزيان. عاد من بعد كنضيف العسل والزيت. هاني دابا كنخلط، درت اللوز، درت السنجلان، درت الكاوكاو، ندوزها في هذيك الطحانه ديال الكفته. انا غنوريها لكم، تتبغي ليك بزاف ولكن كتساعدني هذيك الطحانه ديال الكفته. كنبقى نهز هكا بحال هكا ونلوح فيها وندوز فيها، كتساعدني كتجمعها دغيا. من بعد ملي غادي ندوزها في الطحانه غادي نتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. نتمنى ان شاء الله تكونوا استوعبتوا الطريقه ديالي في تحضير السلو ولا الزميطه ولا السفول بالطريقه ديالي. واحد الاضافه اللي كنضيف انا في السلو ديالي، كندير واحد شويه ديال الصانوج. هذه كان واحد السيد قالها للراجل ديالي، قال لي راه الا كيدير لك الحرقه كدير فيها شي شويه ديال الصانوج، هو ما كيخليش هذيك الحرقه هو هذا. انا طحناه هنايا، غادي ندير تقريبا واحد معلقه كبيره بحال هكا، نسيت شويه. صافي كندير هذا الكميه هذا، راه سخنته شويه وطحنته الصانوج صحي مزيان. كنديرو في هذه الكميه اللي كندير صافي. وبالنسبه للنافع البلدي كنقويه، انا كنكثر النافع البلدي كيعطي واحد النسمه رائعه. كندير تقريبا واحد 2 كيسان ولا 3 الكيسان ديال العنبه، رائع كيجي في السلو، كيجي واحد النسمه في السلو زوينه. غنستمر ان شاء الله في هكا في الخلط. من بعد ملي غادي ندوزو في هذيك الماكينه ديال الكفته غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. هنا كما قلت لكم هذه الطحانه ديال الكفته اللي كندوز فيها السلو ديالي. هنا كنبدا ندير هكا شويه بشويه هكا في الطحانه ديالي، كنبدا ندير شويه هكا صافي. وكنبدا ندفعو هكا بشويه بصباعي وكنطحن هكا. نتوما كتشوفوا فين كتخرج، ملي كتخرج هكا بحال هكا كتخرج، يعني ماشي شي حاجه صعيبه، راه سهله. كنبدا نطحن كتخرج هكا، كتجي ساهله في الجميع ديالها، يعني كتجي هانتوما تشوفوا. هذا هو السلو ديالي كيجي رائع معلق. سمحوا لي ما قلت لكمش بلي ضفت هنايا دبس التمر او عسل التمر، هو هذا ضفت واحد الكميه، ولكن غادي نذوق الا لقيتو ناقص من الحلاوه ونعاود نزيد هذا الكاس. غادي نستمر هكذا كنطحن الكميه اللي عندي كامله، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديال السلو ديالنا ملي غنجمعو ونديرو الطبق النهائي ان شاء الله.
هذا هو الشكل النهائي ديال السفوف ديالنا اولا سلو اولا زميطه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، جربوه في البيت ديالكم بمناسبه الشهر الكريم وبصحه والراحه، وباش لكم مبروكه. الله يدخل علينا وعليكم هذا الشهر الكريم بصحه وطول العمر ان شاء الله، وكل المتمنيات. ونتمنى ان شاء الله تشاركوا في القناه ديالي وديروا جيم وتدعموني وتشاركوا الاصدقاء ديالكم في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.